انتي انت اب، تحسوا اوقات انكم بتتعبوا جدا في التربية، بتتكلموا كتير وبتزعقوا اكتر، ومع ذلك مفيش تغيير. السلوك بيزيد والعصبية بتزيد والضغط بيكتر. ساعات بتحس ان ولادنا بيستفزونا وانهم مش بيسمعوا الكلام عن قصد، بس الحقيقة ان ولادنا مش ضدنا، هما كمان مش عارفين يعبروا عن نفسهم ولا يقولوا اللي جواهم صح. في أول درس من الكورس ده هنتكلم عن نقطة مهمة جدا، وهي إزاي نغير نظرتنا لسلوك أولادنا، وإزاي نفهم إن ورا كل تصرف رسالة، ولما نفهم الرسالة نقدر نرد عليها بحب بدل ما نرد عليها بعصبية. خلوكم معايا علشان اللي جاي ممكن يغير طريقة تعاملكم مع أولادكم بالكامل، ويفتح لكم باب لفهم أعمق وحب أكتر. كتير بنسأل نفسنا، هو ليه ابني بيغلط؟ ليه بيزن كده طول الوقت؟ ليه بيكسر حاجات؟ ليه بيرفض يسمع الكلام؟ السؤال ده لوحده مش كفاية، لأن الغلط نفسه مش هو المشكلة. المشكلة الحقيقية هو الطفل ده بيغلط ليه؟ ايه اللي ورا السلوك ده؟ الطفل مش بيعمل كده علشان يعندك ولا يتعبك. الطفل بيكون عنده احتياج جواه مش عارف يوصلهولك ازاي، فبيتصرف بطريقة ممكن تكون مستفزة. كل ده علشان يقولك أنا تعبان أو أنا محتاجك. يعني مثلا لو زعق فجأة أو بدأ يضرب، ممكن يكون بيحاول يقولك أنا متضايق، أنا محتاجك، بس مش عارف يقولها ازاي. لو زن طول الوقت، ممكن يكون حاسس إنه مش واخد كفايته من انتباهك. لو بدأ يكذب، ساعات بيبقى خايف يتعاقب أو حتى يخسرك. خدي بالك، كل سلوك بيعمله الطفل وراه رسالة، وأغلب الوقت الرسالة دي بتكون مش باينة، بس لو ركزنا شوية هنفهمها. المفاجأة بقى إن الطفل ده مش بيغلط علشان هو مش متربي زي ما انتوا دايما بتقولوا، هو بيغلط علشان بيعبر عن حاجة بس مش لاقي غير الطريقة دي يعبر بيها. فلو عايزين نربي صح، يبقى لازم نفهم الأول، نفهم مشاعره، نشوف الدنيا من زاويته، ونفتكر دايما إن السلوك مش هو المشكلة، هو نتيجة للمشكلة. طيب مهمتك انتي كأم بعد الفيديو ده تعملي ايه؟ أو كأب عادي، خدي ورقة واكتبي 3 مواقف بتتكرر من ابنك أو بنتك، وبدل ما تكتبي هو بيعمل كده علشان يستفزني، اسألي نفسك هو كان محتاج ايه؟ حاسس بايه؟ كان ممكن تتعاملي معاه ازاي بدل ما تزعقي؟ افهم ابنك قبل ما تعاقبيه، وافتكري دايما التربية مش بس قواعد، التربية علاقة، والعلاقة دي محتاجة وعي وصبر وحب.